عليكم الدراري والدريات، مرحبا بكم في الموسم الثاني ديال سترانجر ثينكس اللي من البدايه بدا فيه ويل عاوتاني بدا كيشوف حوايج غراب. غير هاد المره ماشي بحال الوحش اللي فات، هاد المره اكبر وبدات كتبان شي حاجات غريبه في هاوكينغز مره اخرى. ولكن قبل ما نغوصوا في الاحداث هاد السيزون عرفت شخصيات جداد ضروري ما نشيروا ليهم قبل ما نبداو. اول وحده ماكسين ولا ماكس وخوها بيلي اللي غيتحولوا باش يسكنوا في هاوكينغز. بوب الحبيب جديد ديال جويس. موري بومان واحد الصحفي اللي عيناته الوالدين ديال باربرا باش يكشف الحقيقه. وفي الاخير الدكتور اوين هو المدير الجديد ديال المختبر ديال هاوكينغز. واول حاجه غنهضروا عليها في هذا السيزون اللي غطرا هي ان 11 باقا حيه ومخبيه هوبر. كيفاش تبقى حيه؟ ما نخسرش عليكم السيري، سيروا تفرجوا فيه. ولاول مره 11 غتسافر راسها حيت ما غتكتشف انهم ما باقا حيه وغتسافر عندها الراس اللي غتلقاها بالفعل وغتعرف ان سميتها جين. Mama, can you hear me? 450. غتعرف ان كاين واحد اختها اللي كانت معها في المختبر العلمي ديال هاوكينغز فاش كانوا صغار، وغتمشي باش تلقاها اللي هي الرقم 8 وسميتها كولي. هاد كولي عندها واحد القدره الخارقه ديالها، هي انها كتخليك كتشوف شي حاجات ما طارينش في الواقع ما كيطراوش في الواقع، ولكن كتخليك تشوفهم بحال كتلعب لك بعقلك. This butterfly, it isn't real. I've just convinced your mind it is. Think of it as a kind of magic. هاد كولي ولا الرقم 8 مديره واحد العصابه اللي كتحاول تقلب على الناس اللي كانوا كيعذبوهم في المختبر ديال هاوكينغز وكتنتقم منهم. هاد العصابه اللي غتنضم ليها 11 وغتبدل اللوك ديالها، ولكن ماشي لمده طويله حيت غتشوف ان صحابها كيحتاجوها. في الجهه الاخرى كانت مرونه في هاوكينغز. وين اللي ولا كيشوف وحش غريب غيستق داك الوحش محكم فيه. وهاد المره في عوض ما يكون وحش واحد كما في السيزون الاولى، دابا كاين وحوش كثير اللي جايين باغيين يقتلوا كلشي. من هاد الوحوش واحد الوحش صغير غيلقاه داستن واللي غيربيه، وغيكتشف من بعد مده طويله انه وحش من بعد ما غياكل ليه المشه ديالو. في السيزون الاولى كان ويل كيتواصل مع مو بالضوء. في هاد السيزون قلعوا باش كيتواصل مع ويل باش كيتواصل معاهم بالرسم. اللي غيفهموا غير بوب. وفاش غيكونوا كيقلبوا على دارك اللي هو الوحش الصغير اللي رباه داستن وهرب، غيتلاقوا مع 11 عاوتاني وغيكتشفوا انها باقا حيه. في هاد الاثناء ملي غتجي 11 غتمشي هي وهوبر باش يسدوا البوابه في المختبر العلمي. غيسدوا ديك البوابه اللي كتأدي للعالم الاخر ولا الجانب الاخر، غتمشيو يسدوه باش يسدوا عليهم هذا الموضوع من الاخر. في نفس الوقت غتقوم كل من جويس ونانسي وجوناثان غيربطوا ويل حيت ما غيكتشفوا انه هو اللي كيتحكم في دوك الوحوش كاملين. غيربطوه وغيسلطوا عليه واحد درجه الحراره قويه حيت ما هو ما كيحملش الحراره. الا كانت الحراره مرتفعه ما كيحملهاش هذاك الوحش، وغيخرج منه فعلا. غيخرج منه وغيكون كل من داستن ومايكل ولوكاس غيمشيو للوسط ديال الوحش وغيحاولوا يشعلوا فيه العافيه باش يعاونوا 11 وهوبر باش يسدوا البوابه. وفعلا كل شيء غيأدي الدور ديالو كما هو. الوحش غيخرج من ويل و11 غتسد البوابه. غير هو غيموت بوب وهو كيحاول يعاونهم باش يهربوا.
فهمتش انا هاد السيره هذه كيموتوا فيها الغلهض، ما عرفتش كيفاش. هذا كان هو الملخص ديال السيزون الثانيه. نتلاقاو من بعد ما نتفرج في السيزون الثالثه. بسلامه.